السلام عليكم إخوة وحبايبي. الترجي يعلن الجاهزية لمواجهة ترجي جرجيس في الجولة العشرة. 3 نقاط مهمين جدا، 3 نقاط مهمين من أجل البطولة التونسية في الرحلة الطويلة جدا، رحلة صعبة مليئة بالإصابات، مليئة بالمشاركات الأفريقية والتوقفات الدولية، ولكن الترجي بمن حضر زي ما قلنا قبل كده، يلعب خارج الديار، يلعب داخل الديار، يكون عنده إصابات، يكون عنده غيابات، يكون عنده تقصير من المدرب، إلا أن الترجي على الطريق الصحيح. تعال أكلمك في تشكيلة فيها 4 أجانب، فيها التعامل مع الغيابات اللي موجودة، فيها 3 نقاط مهمين جدا في صراع الصدارة اللي أصبح مشتعل. على الجانب الثاني شفنا كابتن ماهر الكنزاري اللي كان بيتحدث على المباراة وبيتحدث على الترجي الجرجيس وإمكانياتهم ونقاط القوة ونقاط الضعف، ولكن كل الكلام ده شيء انك تركز على امكانياتك وتركز على البدائل اللي موجوده. شفنا بوزيان اللي بيتدرب مع الفرقه اللي موجود في القايمه، اللي نتمنى من الله ان ياخد الفرصه ويكون جاهز 1000%. شفنا كمان اصابه توجاي اللي بتستمر، شفنا اصابه يانساس المستمره، شفنا اصابه يوسف البليلي المستمره، رغم ان يوسف البليلي كان يتدرب على انفراد، ويمكن ده حاجه جيده جدا انه يتدرب على انفراد، لانه خلاص كده في الطريق انه يعود باذن الله. بن حميدة جاهز 1000% للمباراة، وبن حميدة انت مفتقده قوي بالمقارنة بنضال الليفي، صعبة قوي الامور، قصة تانية خالص. على الاقل بن حميدة بنشوف منه اختراقات، بنشوف منه عرضيات، بنشوف منه حتى ولو 70% امكانيات و30% بعض الاخطاء، افضل بكتير من نضال اللي واقف مكانه ما فيش اي يعني زيادات. كمان على الجانب الثاني انت لازم تتكلم على الرباعي الاجنبي، وانت معاك الفانوس السحري في الفترة الاخيرة، الفانوس السحري وهو فلوريان دانهو. فلوريان دانهو يقول لك كلمة واحدة بس: اديني الكورة او وصل لي الكورة بشكل جيد والباقي يسيبهولي، الباقي شغلي وامكانياتي وانا مستمر في تسجيل الاهداف. في افريقيا ماشي، في البطولة التونسية ماشي، فانا جاهز 1000%. والناس اللي كانت بتقارنه ببيتر شالوليلي، شوف يا راجل الامكانيات. ويعني فلوريان دانهو بعد 4 مباريات لو استمر على هذا الاداء هيعمل ارقام ولا عملها بيتر شالوليلي ولا 10 زي بيتر شالوليلي، لكن الاهم هي الاستمرارية. كرة القدم لعبة جميلة سهلة لذيذة، بيصعبها علينا المدربين، بيصعبها علينا اللعيبة، بيصعبها علينا الناس اللي مصعبها على نفسها، لكن لما بتبذل مجهود وبتجهز وبتحضر وكل الامور التمام، امورك بتكون زي الفل. تعال نتكلم على تشكيلة المباراة، تعال نتكلم على تغيير في التشكيلة، تعال نتكلم على الجاهزية امام فريق محترم. في البداية ما تنساش تقول لي التشكيلة الافضل من وجهة نظرك، وتقول لي توقعك للمباراة، وهل تكون المباراة هي تمنى على التوالي في الفوز. 7 فوز على التوالي، 3 في دور الابطال و4 في البطولة التونسية، والفوز ده مختلف شوية، مختلف لانك انت دلوقتي عندك 20 نقطة في نفس توقيت المباراة في الملعب التونسي اللي كان في الصدارة ثم تراجع مع البنزرتي، عندك النجم والأولمبي، في تفاصيل كتيرة. فانت لازم تبص في ورقتك تقول لك خد ال3 نقاط، بعد كده بص في الترتيب وشوف الدنيا ماشية ازاي. تعال نتكلم على بركة الله. البشير بن سعيد لازم يحافظ على مكانته. البشير بن سعيد هو حارس مرمى الترجي وحارس مرمى المنتخب التونسي، في كل مرة بتحتاجه بتلاقيه، وبإذن الله يستمر في الحراسة من أجل أن يستمر في قائمة المنتخب التونسي. 2 مساكين، عودة لياسين مرياح، رغم ان جاهزيته بالظبط يعني ما عندهوش جاهزية من كام يوم، ده لسه تم اعلان الجاهزية اليوم، فيعني انا ما عنديش مجازفة، لكن لازم يلعب مرياح حتى ولو هجازف. الجلاصي والقنيشي مش نفس الانسجام اللي هيكون ما بين باذن الله مرياح والجلاصي، مش القنيشي، الجلاصي. الثنائية دي باذن الله حتى يعود توجاي وحتى ياتي الميركاتو الشتوي وياتي الترجي بمدافع قوي وقوي جدا. ادي الثنائيه في الجانب اليمين. ماذا لو كان كابتن ماهر الكنزاري يعطي بعض الدقائق لبوزيان؟ كان بوزيان يكون جاهز ويكون افضل، يكون فت، وكان زمانه دلوقتي بيلعب اساسي في الجانب اليمين. لكن دلوقتي انت قدام حاجتين:
تلعب برائد بوشنيبه، لان انت لو لعبت بابراهيم كايتا هتؤثر على الرباعي اللي هنقول عليه. ولا ممكن تلعب بكايتا وتلعب بديل لجبول القنيشي. والله كلها اختيارات وكلها يعني امور يعني تشغل دماغك، لازم تبقى عارف. لكن برضو بقول بلاش مجازفه، حتى لو انا هخسر في الجانب اليمين والعب برائد افضل بكتير من ان انا اخسر معركه وسط الملعب. كره القدم في الكره الحديثه بتعتمد على وسط الملعب. ان سيطرت على وسط الملعب وامتلكت الكره، امتلكت الاستحواذ، امتلكت انك تكون قريبه من التسجيل، ولو سجلت فانت اخذت المبتغى. في الجانب اليسار العائد وبقوه بن حميده، نتمنى له التوفيق، ولعيب اعتقد انه يكون موجود مع المنتخب التونسي في كاس العرب القادم لفريق المحلي. وافتكروا كلمه 3 اللي في نص الملعب، يعني نقولوا اقبلوا دلوقتي في نص الملعب، لكن شايف كده من وجهه نظري اقبلوا بقى له فتره مستواه متراجع شويه، شد حيلك شويه. الثلاثي اللي امامه حسام توكا المجتهد، بس مش هقول تاني، مش هتكلم عليه كتير، كلمه مجتهد تكفي. كلمه مجتهد بتبين لك قد ايه اللاعب في الفتره الاخيره بيشتغل على نفسه وعارف ان عنده اخطاء. كلنا عندنا اخطاء، لكن الجميل في الموضوع ان يكون عندك اخطاء وتشتغل على نفسك فتحسن. فالنهارده وحش بكره كويس، بعده وسط، بعده اعلى، كده يبقى انت شغال على نفسك. اما في نفس كل ما اشوفك الاقيك بنفس التفاصيل يبقى انت مش شغال على نفسك. واللي احنا بنقوله حسام توكا شغال على نفسه فعلا وبيأدي اداء كويس قوي. والثالث اللي قدامه شهاب الجبالي. شهاب الجبالي كصانع العاب، شهاب الجبالي اللي ناقصه التسديد على الجول. لاعب كويس متحرك بيعمل يعني انسجام هنا، لكن ناقصه شوت بقى، شوت على الجول. شايف ان الترجي في الفتره القادمه لازم يكون من ضمن اسلحته التسديد على الجول. الثلاثي اللي في الخط الامامي كده احنا معانا واحد اجنبي فقط في التشكيله. الثلاثي الامامي 3 اجانب. وبرضه اقول نفس السؤال، ماذا لو كان المحلي وماذا لو كان معشة بياخدوا بعض الدقايق وكانوا جاهزين؟ كنتش هتقلق قوي ولا كنت هتحس باي مشكله ان انت مش موجود عندك مثلا بلايلي، مش موجود عندك ينساس. الامور كانت هتبقى سهله وعدد الاجانب كان لا يؤثر. لكن دلوقتي انت قدام بو عليا في الجانب اليمين، وفي الجانب الشمال عبد الرحمن كوناتي اللي نتمنى له انه يعمل مباراه جيده، والمهاجم الهداف فلوريان دانهو اللي بيستمر في تسجيل الاهداف وبيستمر في الضغط على الخصم ويستمر في ان يرد على كل من قلل من فلوريان. طبعا وقت تعاقد الترجي مع فلوريان دانهو ما بين اللي يقول لك عنده اصابه مزمنه، ما بين يقول لك اصله لا يسجل برجله اليسار، اصله لا يسجل بالرأسيات، اصله ما شاء الله الراجل شغال ومسجل رأسيات جايب لك الفوز على رحيم البوركيني في ارضهم. ونتمنى انه يستمر في التسجيل، نتمنى نستمتع بمباراة جيدة. اخواتي وحبايبي، سلام.